ما تخلي العميل بتاعك يحسدك في مبلغ ذاك اليوم. بمعنى احنا في التصميم مرات الانسان بعد سنين التصميم بتاعك بتخلصه في تلت ساعه او في نص ساعه، فاذا ارسلته للعميل في نفس اللحظه العميل بيحس انه اداك قروش مبلغ في زمن بسيط. فالعميل ما عارف انت تعبت قدر شنو لحد ما وصلت المرحله دي، اشتغلت كم سنه، اتعلمت في كم سنه، اشتريت كمبيوتر بكم، وجع ظهر وجع عيون. في تفاصيل كثيره. فانت احتفظ ب... على الاقل ما تخليه يحسدك في المبلغ، او ما تخليه يبخس لك شغلك. يا اخي انت، انا برسل لك المبلغ ده كله عشان في مثلا في تلت ساعه او في نص ساعه، فانت ما عندك شغل، صمم التصميم خليه في تلفونك، اصبر عليه اربعة خمسة ستة ساعات، بس اللي بعد ست ساعات قول له ده شغلك، واذا عندك اي تعديل نعدل ليه. لانه الاستعجال مرات العميل حتى لو ما بخسك المره الاولى، المره الجايه لما يجيك بيقول لك لا لا نزل لي يا اخي، والمبلغ كبير، ولا المره فاتت ما اخذ منك تلت ساعه ما اخذ منك نص ساعه. فعموما يعني الانسان كل ما مارس الحاجه كل ما الزمن قل. يعني انت كل ما هو ما عارف انت خلاص انت بتمارس، وصلت مرحله بتاع الستة او سبعة سنه انت بتمارس فيها التصميم بتاعك، لحد ما وصلت مرحله تخلص في الزمن ده. فرجاء الناس تحتفظ شويه بالتصميم بتاعها، ما تستعجل للعميل. العميل قدر ما انت سكرت تصميم سريع، كل ما هو حسدك في المبلغ، كل ما هو بخس لك الشغل، كل ما هو جاك المره الجايه حيقلل لك المبلغ. الختام اسال الله سبحانه وتعالى انه يوفقكم ووفقنا ويسهل علينا كلنا ان شاء الله يا رب، وربنا يحفظ البلاد والعباد. وصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فشكرا لك.